الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. المرة اللي فاتت احنا هما بيحبوا دايما السمك يكون مقلي، ما بيحبوش نظام صينية السمك ولا الطواجن. بس النهاردة قررت اعمل صينية سمك، طلعت تحفة، عجبتهم خالص. ان شاء الله هنشوف الطريقة. هنا جبنا السمك وعندي الثوم الابيض اللي مفرزينه قبل كده. طلعت الثوم وحشيت السمك بيه. كان السمك ده البلطي، فانا تبلته قبل كده بالميه والثوم الميه والملح والخل والليمون، وطبعا بتنضف كويس. هنا تبلت وحطيت الثوم الابيض من جوه كده حشناه. الثوم الابيض ده اللي مفرزينه قبل كده، واحنا شفنا التفريز بتاعه وهو شايفين لونه زي ما هو بيكون، بيفضل اللون الابيض ده لغاية ما يخلص خالص من الفريزر. بجد مريح لما تطلعيه ويكون كل حاجة جاهزة، الثوم البصل الصلصة، بيخلي الاكل بيكون سهل معاكي. هنا بعد ما حطيت الثوم بعد كده حطيت البصل اللي كنت عامله بصلتين كبار كده، وزعتهم على الصينيه زي ما انتم شايفين كده. الصينيه دي كانت النهارده حكايه جميله جدا، حتى ولادي اللي كانوا ما بيحبوهاش اكلوا منها، بس هم بيفضلوا المقلي اكتر. بعد كده حطيت فلفل اخضر زي ما انتم شايفين. حطينا الفلفل الاخضر بيدي طعم حلو خالص لصينيه السمك. سريع، اكله سريعه وما اخدتش وقت خالص معايا. هنا توم اخضر برضو عندي مفرز، طلعت توم اخضر ووزعته كده على الصينيه. بيدي طعم حلو كمان التوم الاخضر. كل ما تكلفي على صينيه السمك بتكون او تضيف الحاجات دي بيكون طعم الصينيه جميل جدا، والريحه كانت حكايه النهارده. بعد كده برضو حطيت طماطم، هنا كنت عصراها وحطيتها عليها، بس ما تكتريش الطماطم عشان ما تكونش الطماطم كل ما تكون حاجة بسيطة بتكون احلى. بعد ما حطينا الطماطم هنا حطينا توم اخضر وتوم ابيض، وحطيت بصل وفلفل اخضر. بعد كده هبتدي احط التوابل. هنا ملح عاملاه بالكمون، حطيت معلقة كبيرة ملح. وبعد كده جبنا بهارات السمك. بهارات السمك جميلة جدا، هاتوها من العطار وجربوها، بتدي ريحة تحفة خالص. اهي معلقة، حوالي معلقة الا ربع كده بهارات السمك. انا كل ما بجيب بهارات اللحمة، بهارات السمك، بهارات الحواوشي، بهارات الفراخ، بهارات الكفتة، كل ده بيدي طعم حلو خالص. هنا بنقلب كل اللي حطيناه مع بعض كده عشان اوزع الملح والبهارات كلها على الصينيه. وحطيت كزبره خضر، كزبره ناشفه، بس ما ظهرتش هنا معانا في الفيديو. شويه كزبره ناشفه حلوين كده، السمك بيحب الكزبره. وهنا حطينا واحده ليمون قطعتها كده ووزعتها على الصينيه، واحده بس، ما تكتريش عشان ما تمررش معاكي الصينيه. بعد كده بعد ما حطيت كل حاجة هنا هحط شوية مية صغيرة عشان تبتدي تغلي. اول ما احطها على النار، حطيت الصينية على النار ابتدت تغلي شوية، وبعد كده حطيتها في الفرن تستوي. في ناس ممكن تقلي السمك الاول وبعد كده تعمل الصينية دي، انا بعمل دي وبعمل دي. فانا النهاردة كنت مستعجلة وعملت الطريقة دي. حطيت السمك وكله في ني في ني، جميلة خالص وخفيفة وكانت طعمها تحفة. هنا حطيتها على النار وخليتها تغلي شوية، وبعد كده حطيتها في الفرن. النهاردة ولادي في الاول اتضايقوا على ان عملت صينية السمك. بعد ما حطيت صينية السمك على النار وبعد ما تغلي شوية هحطها في الفرن، وعلى ما تستوي بحطها في الشواية تحت الشواية عشان يدينها اللون. هنا هعمل كيلو رز، بس مش هعمل رز صيادية، هعمل رز اصفر. رز اصفر هنحط له كركم لان بيكون خفيف وحلو. هنا بجيب كيلو الرز بغسله كويس خالص مرة واتنين وتلاتة لغاية ما لون النشا اللي فيه بيروح. بعد كده بقلب الرز كذا مرة، بحط الزيت واحط الرز ونقلبه كذا مرة. لازم تقلبيه كتير عشان يكون مفلفل وحلو، ما يكونش معجن بعد السوا. بنقلبه هنا شوية حبة كده حلوين.
رز سريع ما بياخدش وقت معانا. بعد كده بيكون حاطه ميه سخنه في الكتل وبزود الرز، بغطي الرز كده كويس، وبعد كده بزود الملح وبزود الكركم. الكركم ده مفيد جدا خالص خالص لحاجات كتير، منها مفيد لمرض السكر، مفيد للقلب، ومفيد للحماية من الأمراض الخبيثة. ربنا يحمينا ويحميكم يا رب بإذن الله. فلازم نستخدمه بنحطه في الرز، ممكن تحطيه على اللبن الصبح تشربيه مع اللبن، بجد حلو خالص وكمان للعظام. هنا بحط حوالي معلقتين كركم، بزود الكركم في الرز كده عشان الاولاد يستفادوا منه. بس تقلبي الرز كويس بعد ما تحطي الكركم عشان ما يكلكعش معاكي الكركم. نستمر في التقليب لغاية ما الكركم يدوب خالص، او ممكن تحطي شوية مية في كوباية ودوبي الكركم في كوباية المية وبعد كده تحطي له الرز. الطريقة الاسهل والبسيطة ممكن تستخدميها. انا هنا هزود شوية كركم كمان، حطيت معلقتين كبار كركم، ونظبط الملح ونظبط الكركم وبعد كده نغطيه ونخليه يستوي براحته. على ما يغلي الرز اهو حطيت تاني معلقة كبيرة، وعلى ما يغلي الرز بوطي عليه واسيبه يستوي براحته خالص. تخلي النار هادية جدا تحت الرز. ناس كتير بيشيط منها الرز، بتسيب الرز النار تحتيه عالية مش بيوطوه. انتي على ما يغلي الرز بتوطي خالص خالص وتخليها شعلة خفيفة كده. اغطي الرز واسيبه يستوي براحته، وبعد كده بشوف السمك في الفرن. بجد النهارده لو شميتوا الريحه بتاعت السمك حكايه، حاجه تفتح النفس. وشكل الرز وشكل صينيه السمك حاجه تحفه، كانت جميله جدا وخفيفه، والرز جميل جميل خالص. شايفين لونه ولمعانه ازاي؟ معلش. وسلطه خضراء، طبعا لازم السمك يكون معاه سلطه خضراء. ولادي طلبوا سلطه بيضه بس انا طنشتهم لاني انا النهارده على مزاج بابا. يا رب النهارده الاكل يكون عجبكم. اذا ما عجبكم ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه. الى اللقاء في فيديو اخر في رعايه الله.